محمود الخطيب يصدم نجم الأهلي ويوافق على رحيله. شهدت الساعات القليلة الماضية مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن رحيل نجم مفاجئ عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بناء على توصية من قبل الأسباني خوسيه ريفيرو وموافقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وكشف الإعلامي محمد فاروق عن احتمالية رحيل حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل اقتراب عقده من نهايته وعدم وجود نية واضحة لدى الإدارة لتجديد عقده. وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحاته التلفزيونية: عقد حسين الشحات ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وهناك اتجاه قوي داخل النادي الأهلي لعدم تجديد التعاقد معه، مما يعني رحيله بشكل رسمي مع نهاية الموسم، مضيفا أن إدارة الكرة تدرس أيضا إمكانية الاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية دون مقابل مادي كنوع من التقدير لما قدمه بقميص النادي. ويأتي هذا القرار في ظل سعي الأهلي لإعادة ترتيب أوراقه على مستوى قائمة اللاعبين وتجديد دماء الفريق بعناصر أكثر شبابا تواكب طموحات النادي في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، خاصة أن الشحات يبلغ من العمر 32 عاما وسبق أن تعرض لانتقادات جماهيرية متكررة بسبب تراجع مستواه الفني في بعض الفترات. ورغم بصماته المؤثرة مع الأهلي إلا أن اللاعب لم يسلم من الانتقادات الجماهيرية بسبب تذبذب مستواه إلى جانب تقدمه في العمر، ما جعل الإدارة تفكر جديا في رحيله وإتاحة الفرصة لعناصر جديدة أكثر حيوية. ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقف الشحات خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتركه يرحل في يناير أو استمراره حتى نهاية الموسم دون تجديد عقده. محمد الشناوي يخوض مرانا منفردا بعد وفاة والده رغم حصول الأهلي على الراحة. حرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أداء مرانا منفردا مساء اليوم الخميس على ملعب التتش رغم حصوله على إجازة من الجهاز الفني للفريق بسبب وفاة والده أمس الأول، وإقامة العزاء أمس في مسقط رأس مدينة الحمول بمحافظة كفر الشيخ. ورغم حصول فريق الأهلي على راحة من تدريبات اليوم إلا أن الشناوي أصر على الذهاب للتتش وخوض مرانا منفردا للحفاظ على لياقته البدنية بعدما غاب عن مران الفريق أمس وأمس الأول بسبب وفاة والده الثلاثاء إثر حادث أليم. وجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لكل من قدم له العزاء في وفاة والده، معربا عن امتنانه لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده. وقال الشناوي في رسالته: عايز أشكر كل الناس اللي جت تعزيني في وفاة والدي الغالي سواء في الجنازة أو بزيارتهم ليا، وأشكر كمان الناس اللي حاولوا يتواصلوا معايا الفترة اللي فاتت، وآسف إني ما كنتش قادر أرد على الجميع. شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم. ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة المقرر لها 6 من مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة على بطولة الدوري الممتاز. حقق الزمالك فوزا مهما على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ويستعد الفريق لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام فاركو في مباراة ينتظرها عشاق الفارس الأبيض بفارغ الصبر. مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز. يسعى الزمالك لمواصلة سلسلة انتصارات والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يتساوى حاليا مع المصري في النقاط برصيد 7 نقاط لكل فريق مع تفوق المصري بفارق الأهداف. في المقابل يبحث فاركو عن تحقيق أول فوز له هذا الموسم بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش وتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل سلبيا مع إنبي في الجولة الثالثة. موعد مباراة الزمالك وفاركو. من المقرر أن تقام مباراة الزمالك القادمة ضد فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. إبراهيم فايق يعلن عودة الكرة مع فايق في موسم جديد على MBC مصر. أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن انطلاق الموسم الجديد من برنامجه الشهير الكرة مع فايق، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس عبر شاشة قناة MBC مصر، مؤكدا أن الموسم الجديد سيحمل الكثير من المفاجآت والانفرادات واللقاءات الحصرية مع أبرز نجوم كرة القدم. وفي منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عبر فايق عن سعادته الكبيرة بعودة البرنامج، مشيدا بالدعم الذي تلقاه من الجمهور خلال فترة غياب البرنامج عن الشاشة، وأكد أن الموسم الجديد سيكون مليئا بالشغل الجاد والأفكار المبتكرة التي تهدف إلى احترام عقلية المشاهد وتقديم محتوى رياضي مختلف وممتع. وأوضح فاي أن البرنامج سيواصل تقديم تحليلات دقيقة ونقاشات سرية تهم الجمهور الرياضي في مصر والعالم العربي، مشددا على التزامه الدائم بالمهنية والموضوعية في تغطية الأحداث الكروية بما يواكب تطلعات المشاهدين ومحبي الكرة. وفي ختام رسالته عبر إبراهيم فاي عن أمله في أن ينال الموسم الجديد رضا الجمهور، قائلا: عشمنا في الله كبير أن يكرمنا ويوفقنا ونقدر نسعدكم، موجها الشكر لكل من دعمه بكلمة طيبة خلال فترة التوقف، ومؤكدا: بحبكم في الله ووعدنا دايما بالأحسن إن شاء الله.